ومن يشوف متونك وجرح الصياط هاج قلي لرقية متونها عما قلي للخراب بلا فياي من الشمس بتك تغير لونه آخ لو قال بويا يا محلى الأبو لو قال بويا اي ويا جقلي الخراب بلا فياي من الشمس بتك تغير لونها عما قليل كانت بحضنك يا ابو اليمه تنام عالتراب اللي يحرق مخلونه يخلونه آخ عما والترفات ديها خبريه أحبال خشنة بنيتك يجتفونها عما قلي لو ذاب اسمك تصيح خويا بالصياط الضال ما يسكتونه خويا تلقونه انا يا اخواني جينا وتلقونه خويا ناشدونه انا وعن ضيم قلبي ناشدونه قالت لاخويا وغمضتي عيونه يا نامل ولي وغمضتي عيونه قالت لاخويا هذن هدومها وذن النياشين وهاي اثار ضرب الصوت للحين يا اخوي خويا تنام بالليل يا ما تقدر رقية تنام بالليل ويا تتراوالها الخيل يا ابن امي خويا تتراوالها الخيل بس تنام ويا بصدور المجاتيل انا شلون تدوس بصدور المجاتيل. انت تدري رقية عمرها 5 سنوات؟ قالت لاخويا والله من التعب حيل يا ما ظل برقية من التعب خويا يا ابن امي اخ ما تنعاد بعد ايام قعدتنا ما تنعاد خويا وكثيرة جروح يا ابن امي ما تنعاد. اسمع شو تقول قالت لهم يا هالوادي ما قلنا الشمر خليني ما تنعاد قلنا الشمر خليني ما تنعاد خويا اذا زغبت اشيل عليه رقية بعد نسولف رقية عليها السلام تقول لها عمي زينب عدل القاعد بنام عم القاع خشنة عم الخرابة مو شمال وخوفتنا عم قولي العباس عمنا وين بتنا قالت لهم عمي هاي دور هواية شوف ليش خلوني بخرابة عمي وين هاشم ليش ما عندنا قرابة يا يقول وصلوا الباب الساعات وقفن الألويات 7 ساعات على رجلينا و3 ساعات تقول الروايات يقول وجت الوادم تتباوى على زينب عليه السلام قال لها يما مو مثل الضعون يما هذا الضعن مو مثل الضعون اطفال ونسكن يما وكراش فوق لهم احمرون يما لما على الحرمه يزمخون شو يصير
والله يزمخون يما راعي الراس ليها جديد بعد قال لها يما صاحب صوت يا يما تعالي تعالي اثاري الذهب حين حسين خالي والله يا والي يا والي طقت راسه وصاحت يا والي. بعد مولاتي يقول قامت السولف للزهراء عليها السلام قالت لها يما ما حد نشدنا على ضيفنا ما حد نشدنا اخ يما فقدنا جاهل بنت بنادم فقدنا يا يما تقدر تقول هاي وياي يما خربانه المحنه انا ويقولون خربانه آخ ما حد نشدنا على ضيفنا ما حد نشدنا وجاهل بنت بنادم فقدنا بعد يما خربانه المحنه زهره يما ويقولون خربانه المحنه قالت لي نخلق الجن توصل الحلويات اخواتها زينب قالت لي نخلق الجن تعالن يا الفواطر خلق الجن خي ما حد يظل من الجن يا باكر ما حد يظل من الجن توصي قالت لي نخير خدر جن دير الباب جن خير خدر جن خويا يا عمي خويا بعد عيوني من البواجي قالت لي نعاونني علويات في دعاونني انا حالا ندويني على خاطبني اخ يما هو الكفني انا بدارنا وهو الكفني يا يما. اسمعك اخر بيتين بعد ذلك قالت لهين ورمشي يا علويات عذرني ورمشي وشيب حاج بالعاشر يا يما ورمشي قالت لهين تعال نشوف ابنتني ورمشي لو ضقني هو تشوف نار بي. انا ليالي الزهراء والحسين يتمنى يقعد لي الزهراء اسمع شو يقول قال يما فدوه يما لو قابل امه يا محلل ولا لو قابل امه يما لو شمها وتشمه يا محلاه لو شمها وتشمه غايبين والله واذا تضمه يا وسط القلب واذا تضمه. قال لي يما لولا انا يم صوت الحنين ايش كثر لولا يا يما معدله وما بيجي يا يما لولا قال لها يما اللي يتردى بعد للبيت لولا يما اهج والطم وشق ثوب علي اي والله صدق يا حا يما شيد يهيج والطوب وشق ثوب علي. اخر بيت هذا قال اخويا وقت الغروب يا ظلم النازل وقت الغروب اي والله عنها بشاوي احنا يا القلوب حبيب